فكرة إن يبقى عندك حاجة كده أصل رقمي مم. بيشتغل ويجيب فلوس حتى وانت نايم أو مسافر. دي فكرة مغرية قوي بصراحة، مش كده؟ جدا جدا. المصادر اللي هنتكلم عنها النهاردة بتركز قوي على المفهوم ده. وهو ده اللي عايزين نركز عليه. إزاي نعمل أول أصل رقمي حقيقي لينا ونبدأ رحلة يعني ممكن توصلنا للدخل المستقل ومن غير ما نحتاج فلوس كتير في الأول. بالظبط. وهي مش مجرد حاجة حلوة وخلاص، لا، دي خطوة مهمة قوي في التحول الرقمي لأي حد فينا، سواء شخص عادي أو حد محترف. وممكن تخليه يبان كأنه خبير كمان، صح؟ أيوة، النقطة دي مهمة. بتساعد تبني صورة كويسة عنك كخبير في اللي بتقدمه، حتى لو البداية كانت بسيطة خالص. تمام. طيب، عشان الناس تبقى متابعة معانا كويس، يعني إيه أصلاً منتج رقمي ببساطة كده؟ هو أي حاجة مش ملموسة، مش بنمسكها بإيدينا يعني. وبتتباع وتستلمها عن طريق النت. المصادر بتقول أمثلة كتير زي مثلاً كتيب PDF صغير. أو كورس فيديو متسجل، أو قوالب تصميم جاهزة الناس تنزلها وتستخدمها على طول. وممكن دورات تدريبية مسجلة أو خطط جاهزة لحاجة معينة، أو حتى ملفات إكسل فيها شغل زي تنظيم مصاريف أو مهام. والميزة الأساسية اللي هي يعني قلب الموضوع، بتصممه مرة واحدة بس، وتفضل تبيعه مرات ومرات ومرات. لا نهائية تقريبا. هي دي القوة الحقيقية للموضوع. هو مش مجرد فلوس زيادة وخلاص، الموضوع أعمق شوية. إزاي بقى؟ أولاً هو فعلاً بيشتغل كمصدر دخل إضافي، أو حتى ممكن يبقى أساسي مع الوقت. ليه؟ لأنه مش مربوط بوقتك ومجهودك المباشر، موجود أونلاين شغال 24 ساعة. بس خلينا نوضح، كلمة سلبي دي مش معناها مفيش شغل خالص، صح؟ المصادر بتقول محتاج متابعة وتسويق. أكيد أكيد، لازم شغل مستمر في التسويق، يمكن تحديث للمحتوى عشان يفضل ماشي مع السوق. بس الأهم بقى النقطة التانية، إنه بيبني البيرسونال براند، العلامة التجارية الشخصية بتاعتك. دي نقطة قوية فعلا. جداً. لما تقدم قيمة حقيقية الناس تستفيد منها، بيبدأوا يشوفوك كمرجع في مجالك ده. المصادر كمان بتقول إن أول منتج ممكن يكون هدفه أكتر إنه يبني ثقة وجمهور، مش لازم يكسب فلوس كتير في الأول. منطقي جداً. ثالثا بقى، لو اتعمل صح واتطورت فيه، ممكن فعلا يتحول لمصدر دخل كويس ومستدام، يغطي جزء من احتياجاتك. كلام جميل ومقنع. طيب، عشان نبسطها أكتر، إيه أفكار سهلة ومباشرة ممكن أي حد يبدأ بيها دلوقتي بناءً على المهارات العادية اللي عند أغلبنا؟ المصادر بتقترح حاجات عملية جدا. يعني لو حد بيحب يكتب أو عنده معلومة معينة عايز يشاركها. ممكن يعمل كتيب PDF صغير دليل عملي كده، مثلا 5 خطوات تبدأ بيهم صناعة محتوى، أو دليل مصطلحات الأمن السيبرني للمبتدئين، حاجة مركزة ومفيدة. طب لو حد تاني مش بتاع كتابة قوي بس بيعرف يشرح كويس، أو مش بيخاف من الكاميرا. ده ممكن يسجل كورس فيديو صغير، مش لازم يبقى كورس ضخم يعني. ممكن 5 فيديوهات كل واحد 10 دقايق مثلا، يشرح مهارة بسيطة خطوة بخطوة. زي مثلا أساسيات مونتاج بالموبايل، حاجة زي كده. بالظبط. أو يعمل محاضرة أونلاين على زوم ويسجلها ويعرض التسجيل ده للبيع. طب ولو حد منظم بقى وبيحب يرتب الداتا؟ امم دي ممكن تبقى مدخل ممتاز. يصمم ملف إكسل يساعد الناس تدير مصاريفها أو تنظم شغلها. لو ليه في التصميم البسيط، ممكن يستخدم موقع زي كانفا اللي هنتكلم عنه كمان شوية، ويصمم قوالب جاهزة. قوالب بوستات سوشيال ميديا، قوالب CVs، حاجات كده الناس تشتريها وتستخدمها على طول. الفكرة إن أي مهارة بسيطة ممكن تتحول لمنتج. فعلا. طيب، هل الحوار ده يعني عملية الإنشاء والبيع صعبة؟ محتاجة خبرة ببرمجة أو فلوس كتير للأدوات؟ لا خالص، ودي يمكن أحلى حاجة في الموضوع دلوقتي. المصادر بتأكد إن في أدوات كتير جدا مجانية أو بتكلفة رمزية قوي. زي إيه مثلا؟ يعني للكتابة والتصميم في كانفا ده مجاني، وفي حاجات كتير جدا، أو جوجل دوكس. لو هيسجل فيديو، في لوم سهل قوي لتسجيل الشاشة والصوت، أو OBS ده مجاني ومحترف كمان لو حد عايز حاجة أقوى شوية. طيب، ومرحلة البيع بقى واستلام الفلوس وتوصيل المنتج للعميل، دي برضو سهلة؟ بقت سهلة جدا دلوقتي. في منصات كاملة بتعمل الموضوع ده، زي جام راود أو باي هاب. بترفع عليها منتجك، تحدد سعره، وهي بتتولى عملية الدفع أوتوماتيك، وبتاخد نسبة بسيطة من البيع. وبتربطها ببوابات دفع زي سترايب أو باي بال عشان تستلم فلوسك. طب وتوصيل المنتج نفسه؟ ده كمان سهل. ممكن لينك تحميل من جوجل درايف أو نوشن أو حتى جام رود نفسها بتوصله للعميل بعد ما يدفع. يعني العملية كلها بقت أبسط بكتير من زمان، ومش محتاجة خبرة تقنية معقدة. ممتاز.
أعتقد أهم نصيحة المصادر كلها بتتفق عليها، وبصراحة حساها هي الخلاصة: ابدأ صغير، بس المهم تبدأ. بالظبط كده. يعني المنتج الأول ده مش لازم يبقى كامل ومثالي ومبهر، الأهم إنه يطلع للنور، تبدأ تاخد عليه فيدباك حقيقي. مظبوط. والتطوير والتحسين يجي بعدين بناء على الفيدباك ده، لكن الفلوس بتبدأ تدخل من لحظة الإطلاق، مش لما توصل للكمال اللي ممكن ما يوصلش أصلاً. وكل منتج جديد بتعمله هو كأنه موظف زيادة بيشتغل عشانك. تماماً. دي الخلاصة اللي المصادر بتحاول توصل لها. مش لازم تستنى يبقى معاك فلوس كتير أو فريق أو خبرة سنين طويلة. محتاجين إيه طيب؟ فكرة جاية من شغف أو خبرة حتى لو بسيطة، واستعداد تتعلم، وأهم حاجة الشجاعة إنك تاخد الخطوة وتبدأ تنفذ. المنتج الرقمي ده مش مجرد مشروع وخلاص، ده ممكن يبقى بداية تغيير كبير في طريقة تفكيرك وفي وضعك المادي كمان. فعلا كلام مشجع جدا ويفتح النفس للواحد يبدأ. وده بيخليني أفكر في النقطة اللي لمحتي لها المصادر كده للمستقبل. اللي هي إزاي ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي نفسه مش بس كأداة تساعدنا، لأ، كأنه موظف ذكي بقى يساعدنا في بناء وتطوير الأصول الرقمية دي، يوفر علينا وقت ومجهود، وممكن يفتح لنا أفكار وفرص جديدة خالص. سؤال مهم جدا ومثير للتفكير فعلا. ممكن نسيبه سؤال مفتوح كده نفكر فيه كلنا للمرة الجاية.